طيب دلوقتي في سؤال بيجيلي كتير قوي. انا بعمل دايت مش بقدر اكمل فيه اخري اسبوع ومش عارف ايه، وبعد كده بلاقي نفسي ماليش نفس ان انا انتظم مع الدايت وكل الكلام ده. فالفكرة كلها هنا بقى ان ده طبيعي. ليه؟ ما عشان الدايت اللي انت بتعمله او اللي انت بتعمليه، ما ده مش دايت بني ادم. ما هو مش فجأة بعد ما كنت باكل مال اليتيم فجأة بقيت احسب السعرات بالفسوة وقطعت رز وقطعت عيش وقطعت مكرونة وقطعت كل حاجة. ما هو ده مش منطقي. ده مش دايت واحد يفضل عايش عليه فترة كبيرة من حياته، او حاجة صحية ان انت بتعمل نظام صحي لنفسك عموما، يعني حاجة روتين تتعود عليه. فده مش روتين، ده بيبقى حماس بيجي فجأة، واحنا بنستغل الحماس ده غلط. دي المشكلة. بنعمل دايت قاسي جدا جدا جدا، ما حدش يقدر ان هو يعيش عليه فترة طويلة الا بقى لو حد بيجهز لبطولة، حد بيعمل حاجة عشان هدف كبير، بس مش لمجرد ان هو عايز يغير شكل جسمه. ده مش منطقي. بس هي دي الفكرة. فاحنا عشان نعمل دايت وننتظم عليه مش محتاجين غير ان احنا نعمل دايت طبيعي جدا، ما نعملش ديفيسيت جامد، يعني ما نعملش عجز في السعرات جامد. مش هكون انا العادي بتاعي ان انا ادخل 2500 سعره ففجاه اقول انا هدخل 1000 سعره عشان اخس بسرعه. كل دي الحاجات دي مش منطقيه وبتخلي الواحد ما يكملش، ويا ريته ما بيكملش بس كمان بنرجع اوحش من الاول. خلاص بنرجع عندنا شراهه للاكل العادي بقى، الفاست فود والحاجات دي. بس يعني دي المشكله عموما عند ناس كتير قوي، هم مش عارفين ايه السبب. فهو ده السبب. اعمل دايت بلان طبيعيه، ما تكونش قاسيه، دايت بلان عاديه. احسب سعراتك. بص حتى والله العظيم يعني ما تحسبش سعراتك، يعني كل اكل صحي بمقدار كويس بكميه كويسه. بس الموضوع ابسط مما تتخيلوا. وخليكوا دايما فاهمين ان الحسبة وكم في المية بالظبط بروتين وكم في المية كاربس ومش عارف ايه وكل الكلام ده، ان الحاجات دي للأثليتس والناس اللي هي بتدخل بطولات وبتاع والناس بتعمل الحاجات دي عشان حاجة معينة. يعني التفاصيل قوي قوي دي، ومش عارف اكل ايه قبل النوم واكل ده الصبح لا وده بالليل، التفاصيل دي يعني مش لازم بني ادم العادي اللي عايز يحافظ على صحته يعرفها. هي ده بس السبب اللي مشتت ناس كتير قوي في موضوع الدايت والتمرين عموما والحاجات دي. ما تشتتوش نفسكم بالحاجات دي، انتوا مش محتاجينها. انا مش بقول ان هي غلط، طبعا هي صح، بس انتوا مش محتاجينها. انت مش محتاج ان انت تاكل اكل كويس، ما تاكلش من بره كتير، تتمرن كويس، بس خلصت. الموضوع ابسط مما نتخيل، وسهلوا الدنيا على بعض وبس كده. وما تنسوش ان التفاصيل بتفرق، عشان دي اهم حاجة. سلام.